السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنحل أول امتحان من نماذج الوزارة في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا الامتحان شكله هيبقى مختلف زي ما انتم ما شايفين كده. أول حاجة هيديني سؤال هيقول لي listen and write true or false، يعني استمع واكتب يا إما كلمة true يا إما كلمة false. true طبعا معناها صح، وكلمة false دي معناها إيه؟ خطأ. المدرس بتاعك هيخش هيقول لك نص listening عايزك تركز فيه. المفترض المدرس على فكرة يقوله 3 مرات، هيقوله 3 مرات. ركز فيه جامد عشان خاطر تقدر تحدد الإجابات. نص الليسننج بتاعنا الأولاني هنا بيقول My name is محمود. My name is محمود يعني اسمي محمود. I am in primary 5. I am in primary 5 يعني أنا في 5 ابتدائي. I have got 2 brothers يعني أنا عندي أخين. I have got 2 brothers and 1 sister وأخت واحدة بس. تمام. I go to school on foot يعني أنا بروح المدرسة على رجلية. طبعا مش هيبقى فيه ترجمة في الامتحان فخلي بالك. I go to school on foot. I go to school on foot بيروح المدرسة على رجليه. My brothers go to school by bus. اخواتي بيروحوا المدرسة بالأتوبيس. اوكي. But my sister goes to school with my father by car يعني أختي بتروح المدرسة مع بابا بالعربية. On Fridays أيام الجمعة في الأجازات يعني we go to the park with our father and mother بيروحوا طبعا الحديقة مع بابا وماما. نقولها تاني سريعا بالإنجليزي من غير ترجمة. My name is محمود. I am in primary 5. I have got 2 brothers and 1 sister. I go to school on foot. My brothers go to school by bus, but my sister goes to school with my father by car. On Fridays we go to the park with our father and mother. خلاص ده بالنسبة للقطعة يا حبايبي. نركز كويس عشان خاطر نقدر نتعامل معاها بشكل صحيح. السؤال الأول هنا بيقول لي محمود have got 5 brothers. محمود عنده 5 إخوات صبيان. دي الإجابة هنا هتبقى إيه؟ احنا كنا طبعا قلنا في القطعة إن هي إيه؟ إن هي طبعا كان عنده 2 فقط. يبقى الإجابة هنا هتبقى false. الإجابة هنا هتبقى إيه؟ هتبقى false يعني خطأ. بتكتب أنت في الصندوق كلمة false بالشكل ده. التانية محمود's brothers go to school by train بيروحوا المدرسة بالقطار. محمود's brothers go to school by train. طبعا احنا قلنا ان هم بيروحوا المدرسة بايه؟ باي بس. يبقى الإجابة هنا برضو هتبقى false. هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى false. خلي بالك من من الكلام ده. هنا بيقول لي في رقم 3 they go to the park on Friday بيروحوا البارك الحديقة on Friday. ايوه دي اتذكرت يبقى دي هتبقى true. دي هتبقى ايه يا حبايبي؟ دي هتبقى true. هنا بيقول لي محمود's father has a car. والد محمود عنده عربية. الإجابة هنا هتبقى ايه؟ طبعا بياخد اخواته البنات بالعربية إلى المدرسة. يبقى الإجابة هنا برضو هتبقى true. الإجابة هنا هتبقى ايه؟ هتبقى true. هسيب لكم رابط الامتحانات دي عشان خاطر تبقوا تحلوها لوحدكم. السؤال الثاني بيقول لي listen and complete. طبعا هنا هيجيب لي قطعة برضو المدرس هيقولها. تمام. هيقولها طبعا بالإنجليزي 3 مرات وبعد كده انت هتجاوب على الأسئلة ديت. هنا بيقول لي هشام is not years old. نقرأ كده الأسئلة الأول. His father is a نقط. بعد كده هشام speaks English with. هشام بيتكلم انجليزي مع مين؟ هشام wants to travel to. هشام عاوز يسافر الى ايه؟ النص بتاعنا بيقول هشام lives in Luxor. هشام lives in Luxor يعني هشام عايش في مدينة الأقصر. He is 11 years old. عنده 11 سنة. He is 11 years old. His father is a farmer. والده طبعا فلاح. His father is a farmer. His father works on his farm in their village. أبوه طبعا شغال في الحقل بتاعه أو في المزرعة بتاعته في القرية. أوكي. هشام is a good student. هشام is a good student. هشام ولد كويس. هشام ولد ايه؟ كويس. In summer في الصيف
He speaks English with tourists in Luxor. في الصيف بيتكلم انجليزي طبعا يا جماعة مع السياح في لوكسور. He speaks English with tourists in Luxor. He wants to travel to England. عاوز يسافر انجلترا. عاوز يسافر ايه؟ انجلترا. السؤال الاول هنا بيقول لي هشام is not years old. طبعا احنا قلناها. طبعا احنا ايه؟ قلناها. اسماء كنا بنقوله هشام is ايه يا جماعة؟ 11. يبقى هنا هنكتب كلمة 11. 11. اوكي طبعا هنا الكيبورد معمول كابيتال عشان برضو الاجابات تبقى ايه؟ تبقى واضحه معانا. الاجابات تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى واضحه معانا. احنا ممكن برضو نظللها كده عشان تبقى باينه. هشام is 11. طبعا انت هتكتب small letters خلي بالك. رقم 2 his father is a. والده ايه يا جماعه؟ والده شغال ايه؟ ايوه لسه قايلينها من شويه is a farmer. is a ايه؟ a farmer. نكتب كلمة فارمر بكل بساطة وبرضه نظللها. والده طبعا شغال فلاح. اوكي. هشام speaks English with مين؟ كان بيتكلم انجليزي مع مين يا حبايبي؟ with tourists. يبقى نكتب هنا كلمة tourists. طبعا ديت موجودة في الايه؟ في المنهج بتاعنا. tourists اللي هم السياح. tourists اللي هم الايه؟ السياح. نفصل بين دول كده عشان نقدر نظلل براحتنا. ايوه كده. يبقى هشام speaks English with tourists. بيتكلم انجليزي مع السياح. هشام wants to travel to. هشام عاوز يسافر الى ايه يا جماعه؟ ايوه ذكرت في اخر جزئيه في listening to England. to ايه؟ England. عايز يسافر طبعا ايه؟ الى انجلترا. راجل طبعا بيحب اللغه الايه؟ الانجليزيه. ده بالنسبه لنصوص الليسننج. هنا السؤال اللي بعد كده بيقول لي read and match A with B. هنقرأ ونوصل كل ما هو في العمود رقم A ده بكل ما هو في العمود رقم B. طبعا هنا بيديني 5 جمل وهنا بيديني 6 اختيارات. 6 ايه؟ اختيارات عشان يلخبطني في واحدة يعني. الأولى بتقول لي plants and trees. النباتات والأشجار. ايه بقى؟ out of the sun, show tourists the country, ولا are called producers, ولا a waterway made by humans، ولا plays tennis، ولا is an animal. النباتات بقى والاشجار دي يا حبايبي تاخد ايه؟ هنا تاخد ايه في دول؟ ايوه are called producers. يبقى انا هنا هتاخد رقم سي. هتاخد رقم ايه؟ سي. تمام؟ اللي هم طبعا ايه؟ من المنتجين. من الايه؟ من المنتجين. طيب هنا كلمة شيد اللي معناها الظل. الظل ده بنقوله عليه ايه؟ out of the sun، ولا show tourists، ولا a watery way، ولا plays tennis، ولا is an animal. الظل تبقى ايه؟ ايوه الظل هنا يا حبايبي هتبقى out of the sun. يبقى دي هتبقى رقم A اللي هي بعيدا عن الشمس. الظل مكان بعيد عن الشمس. canals هنا بيقول لي canals اللي هي الترع او القنوات المائية. هتبقى ايه؟ show tourists the country، ولا a watery way made by humans، ولا plays tennis، ولا is an animal. ايوه دي طبعا هتبقى a watery way made by humans اللي هي طرق طبعا مائيه بتصنعها البشر. يبقى هنا هتاخد رقم ايه يا حبايبي؟ هتاخد رقم دي. خلاص. tourist guides اللي هم المرشدين السياحيين. مالهم المرشدين السياحيين؟ نقولوا show tourists the country بيوروا السياح الطرق، ولا بلايز تنس، ولا is an animal. ايوه هي هتبقى رقم بي. خلي بالك افهم كويس عشان خاطر تقدر تتعامل مع السؤال ده. هنا بيقول لي أبول اللي هو الثور. اللي هو الايه؟ الثور يا جماعه اللي هو الثور بالعاميه. الثور ده ايه بقى؟ بلايز تنس ولا از ان انيمال؟ ايوه هتبقى رقم اف اللي هي از ان انيمال. الثور حيوان. الثور ايه؟ حيوان. ده بالنسبه للسؤال ده. هنا بيقول لي بقى read the text and answer the questions. اقرا النص واجب على الاسئله. هنا بيقول لي ايه؟ in towns air is not clean. في المدن طبعا المدن الهواء فيها مش نظيف. we need plants to make it clean. خلاص احنا طبعا بنحتاج الى النباتات عشان ننظف الهواء. plants give us oxygen to breathe. طبعا النباتات بتعطينا الاكسجين عشان نتنفس. people grow plants everywhere. الناس طبعا بتزرع النباتات في كل مكان. we get food from plants. احنا طبعا بنحصل على الطعام من النباتات. تمام. we give plants a lot of water to grow. طبعا احنا برضو بندي النبات ميه كتير عشان ايه؟ يكبر. we also grow flowers because they are beautiful.
طبعا احنا بنزرع الايه الزهور عشان هي جميله. There are a lot of flowers in our house. عندنا طبعا ايه زهور كتير جدا او ورود كتير جدا في بيتنا. We can't grow all plants in our house because they need good soil and water. طبعا ما نقدرش نزرع كل النباتات في بيتنا لان طبعا بيحتاجوا تربه جيده ومياه كثيره. هنا بيقول لي بقى السؤال، هنا بيقول لي choose the correct answer from A B C or D. اختار الاجابه من بين A و B و C و D. اوكي. plants give us oxygen too. النباتات بتعطينا الاكسجين لكي ايه؟ live ولا eat ولا breathe ولا play. النبات بيعطينا الاكسجين احنا بناخده لايه يا جماعه؟ ايوه breathe اللي هو الايه؟ التنفس عشان نتنفس. هنا بيقول لي we plant flowers because احنا طبعا بنزرع النباتات لان we need food ولا we need plants ولا they are bad ولا they are beautiful ولا هم جمال. طبعا معروفة هنا يا جماعة ان هي طبعا احنا بنزرع النباتات عشان خاطر هي بنحتاجها في الطعام، هتبقى we need food، هتاخد رقم A. ننزل على السؤال اللي بعد منه. هنا بيقول لي why do we need plants؟ ليه احنا بنحتاج النباتات؟ احنا هنكتب هنا بعيدا عن الايه؟ بعيدا عن النقط. ليه احنا بنحتاج النباتات؟ لو احنا طلعنا للقطعة اهو هنا بيقول ايه؟ we need plants اهوت. we need plants to make it clean. خلاص، يعني هنا طبعا المدينه الهواء بتاعها مش نظيف، فبيقول لي هنا we need plants اهو. we need plants. على فكره احنا ممكن ناخد السطر ده كله we need plants. خلاص. in towns air is not clean we need plants to make it clean. خلاص. وممكن برضو نكمل plants give us oxygen. خلاص. to breathe. خلاص. اللي النباتات بتعطينا الايه؟ الاكسجين عشان خاطر ايه؟ نتنفس. يعني انا لو خدت ده كده كوبي يبقى هاجي هنا كده هقوم وضعه في الحته دي بيست هنا، دي كده الاجابه. وهنا طبعا هنكتب كلمه breathe. معلش انا مش هقلب الكيبورد، خليها زي ما هي كابيتال، بس انت طبعا هتكتب ايه؟ هتكتب سمول. يبقى احنا بنحتاج النباتات يا جماعه لان المدن ملوثه واحنا بنحتاجها عشان ايه؟ نتنفس. خلاص، هنشيل ده. هنا السؤال الثاني بيقول لي why can't we grow all plants in our house؟ ليه ما نقدرش houses؟ ليه ما نقدرش نزرع كل النباتات في بيوتنا؟ طبعا احنا قلناها الحته ديت اهيت في اخر سطر we can't grow all plants in our house. ما نقدرش نزرع كل النباتات في بيوتنا. تمام؟ ليه يا مستر؟ لان طبعا بتحتاج they need good soil and water. بيحتاجوا طبعا تربه كويسه ومياه. فاحنا هناخد الجزء ده وهنجيبه في الحنه كده بالظبط وهنلزقه. تمام؟ انت طبعا هتكتب في الامتحان، انت طبعا كده هتكتب في الايه؟ في الامتحان، فانا بعرفك بس الايه؟ الطريقه. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لي writing. سؤال الايه؟ الرايتنج. reorder the words to make correct sentences. هتقوم بترتيب الجمل دي عشان خاطر تكون جمل صحيحه. طبعا هو هنا مديني الجمل بتاعتي، بيقول لي كلمه good swimming I very at am. طبعا في الجمله دي احنا طبعا بنحتاج ان احنا نبدا بالايه؟ بالكابيتال. انا عندي الكابيتال هنا اللي هو اي، يبقى هنبدا بايه يا حبايبي؟ هنبدا باي. هنبدا بايه؟ باي. ادي اي. طيب اي بتاخد ايه؟ ايوه اي بتاخد ام، يبقى اي ام. اي ام ايه؟ ايوه اي ام جود، يعني انا شاطر. اي ام جود. اسمها جود ايه؟ واخدينها حرف الجر ايه؟ جود ات. اي ام جود ات swimming. I am good at ايه؟ swimming. حد هيقول يا مستر انت نسيت كلمة very. هقول لك دلوقتي تتحط فين كلمة very. swimming. ممكن نقوله I am very good. I am very good. خلاص، انا شاطر في السباحة. احط النقطة بتاعتي، يبقى الجملة بتاعتي هتبقى I am very good at swimming. ونظللها كده عشان تبقى الإجابة إيه؟ ظاهرة معانا. السؤال الثاني بيقول a taxi my driver is friend. خلاص، وقال لي هنا هنبدا طبعا بالكابيتال اللي هي ماي، يبقى هنا هنقوله حرف الام كابيتال تبقى ماي ايه؟ ماي ايه؟ عايز اقول صديقي سائق تاكسي. صديقي تبقى ماي فريند. ماي ايه يا حبايبي؟ ماي فريند. ماله؟ تاخد ايه؟ تاخد از، يبقى از. سائق تاكسي بنقوله بنقوله درايفر اتاكسي ولا اتاكسي درايفر؟ ايوه اسمه تاكسي. تاكسي درايفر. تاكسي ايه؟ درايفر. دي كده الإجابة بتاعة الجملة التانية. نظللها برضو باللون الأصفر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رقم 3 o'clock up
at 6 I get. عايز اقول انا بصحى الساعة 6. انا اللي هي طبعا ايه؟ I. يبقى I ايه؟ يصحى او يستيقظ اللي هي get up. get ايه؟ get up. خليها بالكابيتال مش مشكلة. I get up ها at 6 o'clock. يبقى at 6 o'clock. at 6 ايه يا حبايبي؟ o'clock. خلاص؟ دي كده الإجابة بتاعت رقم إيه؟ رقم 3. تمام؟ نظللها برضو بالأصفر. سوري إن هي مكتوبة بالكابيتال بس أنت طبعا هتكتبها إيه؟ سمول. هنا بيقول لي summer it hot in is. عايز أقول الجو حر في الصيف. هنبدأ هنا بكلمة إيه يا حبايبي؟ بكلمة it. هتبقى it is إيه؟ حر يعني إيه؟ hot. it is hot in summer. it is hot in summer. خلاص، ونحط نقطة ونظلل. نحط نقطة يا حبايبي ونظلل باللون الأصفر. السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الترقيم. سؤال الإيه يا حبايبي؟ الترقيم. بيقول لي punctuate the following. هتكبر طبعا اللازم، الحروف اللي عايزة تتكبر. هنا بيقول we stay in a hotel in Cairo. معروف طبعا إن أول حرف في بداية أي جملة أو أي سؤال لازم يكون كابيتال. يبقى حرف الدبليو هيبقى كابيتال بالشكل ده. خلاص؟ وستين هوتل ان كايرو. كايرو دي مدينه طبعا عاصمه مصر، لازم اول حرف فيها يكون كابيتال اللي هو حرف السي، والنقطه طبعا محطوطه في الاخر. يبقى انا عندي هنا ده كده هيبقى هو اللي هيتعمل، وده كده كمان هو اللي هيتعمل. تمام. هنا بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي my town is in the north of Egypt. في حاجتين هيتعملوا في كل جمله. معروف طبعا ان اول الجمله دايما بيبقى كابيتال، يبقى حرف الام. اوكي، ونصفره ونعمله باللون الايه؟ الاصفر عشان يبقى واضح. خلاص. my town is in the north of Egypt. طبعا Egypt اللي هي بلد، فاول حرف فيها لازم يبقى كابيتالايزد، يبقى ايه؟ يبقى كبير، يبقى لازم نعمله بالايه؟ بالشكل ده. طيب بعد كده الراجل عايز مني ايه؟ عايزني هنا اكتب موضوع. عايزني اكتب ايه؟ موضوع. فالموضوع بتاعي اهوت هنبدا نكتبه مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي write a paragraph of 40 words. طبعا المدرس اللي بيصحح مش هيعد لك، انت تكتب لك مثلا حوالي 5-6 جمل كده. تمام. في الموضوع في الحاله ديت انت هتاخد طبعا هتاخد الدرجه عليهم. بيقول لي why tourists come to Egypt. ليه السياح بيجوا الى مصر؟ طيب انا لو سالت سؤال هنا وقلت لك ليه السياح بيجوا لمصر، هتقول لي والله مصر دي حلوه، مصر فيها اهرامات، مصر فيها كذا، مصر فيها كذا. يبقى اول حاجه هنبدا نتكلم هنقول السياح ياتون الى مصر. هحط الجمله دي هاخدها زي ما هي طبعا من غير ايه واي. يبقى هبدا هقول tourists سوري يا جماعه. tourists come to Egypt. come ادي جمله الراجل مديهاني في العنوان come to Egypt. تمام. ادي جمله كده. انا انا كسبت جمله. ابدا اعمل ايه بقى؟ السياح بيجوا الى مصر ليه؟ هنا هقول هم اللي هم مين؟ السياح. يبقى they ياتوا يعني ايه؟ come to مصر اللي هي ايه؟ to Egypt. بيجوا الى مصر لكي اللي هي ايه؟ to يروا يعني ايه؟ see. خلاص. see it عشان يشوفوها. عشان ايه؟ يشوفوها. كده جميل. خلاص. بيجوا لمصر عشان يشوفوها. عايز اقول هم بيستطيعوا ان هم يزوروا الاهرامات. هم يعني ايه؟ they يستطيع. خدناها كان يستطيع وكانت لا يستطيع. يبقى they can يزور يعني ايه؟ visit. they can visit الاهرامات. اسمهم the pyramids. تمام. بيزوروا الاهرامات. بيزوروا الايه يا حبايبي؟ بيزوروا الاهرامات. طيب بيزوروا الاهرامات. طيب نبدا بقى نتكلم عن الاهرامات. هنقوله the pyramids. مالها البيراميدز؟ مالها يا حبايبي البيراميدز؟ طبعا البيراميدز دي ضخمه جدا. تمام. نكبر بس حرف نفصل بين دول. نكبر حرف التي ادي اهوت كابيتال.
ده بيراميدز. عايز اقول ضخمه جدا. البيراميدز جمع تاخد ايه؟ تاخد ار، بتكون ضخمه very very big. طيب هي ضخمه بس؟ لا، هي طبعا ضخمه وجميله. عايز اقول هم جمال، هم روعه، هم حلوين. اقولها ازاي؟ هقول they are جميل او رائع wonderful. they are wonderful. طبعا احنا واخدين كلمة wonderful دي قبل كده. they are wonderful هم طبعا ايه؟ روعة. تمام. عايز اقول ان السياح يستطيعوا ان هم يزوروا الاقصر. اقولها ازاي؟ هقول they يستطيع يعني ايه؟ can يزور. ايوه visit. سامع انا حد بيقول معايا they can visit مدينة الاقصر اسمها الاقصر. طب ما احنا ممكن نضيف حاجة. واسوان and أسوان and إيه يا حبايبي؟ and أسوان. طيب بيزوروا إيه في الأقصر وأسوان؟ عايز أقول هم يستطيعوا زيارة المعابد هناك. أقولها إزاي؟ هم اللي هي they يستطيعوا can visit المعابد temples ما اسمهاش temples، اسمها temples. they can visit temples هناك يعني ايه؟ there. خلاص. طيب بيعملوا ايه تاني؟ ليه بيزوروا الاماكن ديت؟ هم بيستمتعوا بالطقس. معروف طبعا الدول الاوروبيه والدول التانيه الجو عندهم في الشتاء بيبقى برد، وعندنا طبعا في الاقصر واسوان الجو بيبقى حلو جدا. فبنقولوا هم بيستمتعوا بالايه؟ بالطقس. يبقى هم اللي هي they معلش هناخدها فاصل بس الاول. they enjoy يستمتع enjoy الطقس اللي هو ايه؟ واخدينها طبعا كلمة weather هناك there. طيب الطقس هناك بيستمتعوا بيه ليه؟ عايز اقول هناك عايز اقول هو او الجو يبقى it is. عايز اقول بارد او دافي قصدي warm. it is warm in winter دافي في الشتاء in winter اللي هو في الشتاء. طبعا في الأقصر وأسوان in Luxor and أسوان and يا جماعة and أسوان. طيب عايز أقول يا جماعة إن هم بيستمتعوا بوقتهم. أقولها إزاي؟ they يستمتع بوقته enjoy مكتوبة طبعا عندنا اهيت طبعا enjoy their time نكتبوها برضو they enjoy their time هما بيستمتعوا بوقتهم. ده كده يا جماعة كان حل طبعا سؤال الباراجراف. ده كان حل سؤال الايه؟ الباراجراف. نبعده كده بس شوية. خلاص. وده هنا برضو نفس الكلام معلش مش هتبان طبعا. وطبعا ده ان دي ار ودي ان احنا طبعا ايه كاتبينها مع بعض. ده بالنسبه لاول نموذج من نماذج الوزاره. تمام. وطبعا الامتحان بتاعك هيبقى كده بالظبط. اتمنى انكم تكونوا كلكم فهمتوا النص بتاعنا او اللي هو النصوص اللي هي بتاعت الليسننج بتاعتنا. واتمنى انكم تكونوا استفدتم من حل الامتحان. اتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم مستر حمدي الحارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.